يا مساء الفل أو صباح الفل أيا كان بتسمعني إمتى. أهلا بيك في أوديو سكوب بالتعاون مع منصة ماي كوليج. هنشرح الماس 1 من تاني محاضرة محاضرة. مش هنسيب كلمة في الماس 1 إلا لما نكون شارحينها. يلا بينا نبدأ، يلا بينا نبدأ شرح. أول حاجة عندنا الماس 1 دي، مين اللي بيدرسها؟ أو إيه الكليات اللي بتدرسها؟ جميع كليات الحاسبات في الجمهورية، كل كليات الحاسبات تدرس ماس 1، كل كليات الهندسة، كل كليات الصيدلة، كل كليات العلوم، قسم الرياضيات وحاسب، ده كله بياخد الماس 1. طيب ايه هو منهج الماس 1 اصلا؟ منهج الماس 1 عبارة عن كام شابتر؟ اربع اربع شباتر. اول شابتر الدوال، ثاني شابتر النهايات والاتصال، ثالث شابتر هو الاشتقاق، رابع شابتر هو التفاضل. الاشتقاق هو التفاضل اقصد. رابع شابتر اللي هو التكامل. يبقى عندي اربع شباتر: الدوال والنهايات والاتصال والاشتقاق أو التفاضل هو نفس المعنى، والتكامل. دي أربع شباتر اللي عندي. طيب احنا عندنا شابتر 1 هنقسمه 8 محاضرات. شابتر 1 هنقسمه كام محاضرة؟ 8 محاضرات. طيب أول محاضرة هناخد فيها إيه؟ تعريف الدالة ودوال كثيرة الحدود. طيب المحاضرة التانية هناخد فيها معادلات الخط المستقيم. التالتة الدوال المثلثية. الرابعة الدوال الأسية. الخامسة الدوال اللوغاريتمية. السادسة الدوال الزائدية. السابعة المثلثية العكسية. الثامنة وأخيرا في شابتر 1 الدوال الزائدية العكسية. وبكده نكون انتهينا من شابتر 1 بثمان محاضرات على 3 أسابيع. كل أسبوع 3 محاضرات، والأسبوع الثالث هينزل فيه محاضرتين. كده ال8 محاضرات بتوعنا شابتر 1 يخلص في 3 أسابيع. تمام تمام. طب نظام شرحنا، قلت لك شرح مفصل في الفيديو وفيديو على حل على المحاضرة. يلا بينا نبدأ في المحاضرة الأولى. يلا المحاضرة الأولى قلنا زي ما قلنا تعريف الدالة ودوال كثيرات الحدود. يلا يلا. أول حاجة عندي تعريف الدالة. تعريف الدالة صاد، احنا كنا بناخدها في ابتدائي وإعدادي. صاد بتساوي د س. طيب صاد يعني إيه؟ صاد يعني متغير تابع. صاد يعني متغير إيه؟ تابع. طب دال يعني دل. طب س يعني متغير مستقل. هتقول لي انا استفدت ايه؟ هقول لك احنا كنا دلوقتي احنا بنكتبها ايه دلوقتي؟ بنكتب y بتساوي f of x، هي صاد بتساوي د س. وادي عندك f of x بتساوي او y بتساوي f of x. طيب تعريف الدالة بقى، ايه تعريف الدالة؟ لكل قيمة من x، يعني كل قيمة ل x يوجد ليها قيمة وحيدة في y. يعني اكس ليها قيمة واحدة في واي، كده أنا أقدر نقول ليه إن دي دالة. طيب هناخد مثالين كده. بيقول لك function or not function على السريع. هنا الإكس تربيع بتساوي واي، واحد ناقص واي، كده الإكس ليها قيمة واحدة في واي فدي function. طيب الواي تربيع بتساوي اتنين ناقص إكس. طب ما كده الواي تربيع لما تيجي تفكها هتبقى جذر موجب او سالب، فكده انا عندي قيمتين في واي، فكده ليست دالة. انا قلت لك فوق لكل قيمة من اكس قيمة وحيدة لواي، هنا هيبقى في قيمتين لواي، فبالتالي مش هقدر اقول ان دي فانكشن. طيب دي لو الدالة مكتوبة هعرف ازاي فانكشن او مش فانكشن. طيب لو الدالة مرسومة هعمل ايه؟ بكل بساطة هعمل ايه؟ هعمل خط رأسي يوازي محور واي. يبقى هعمل خط رأسي يوازي محور واي. خط رأسي يوازي محور واي اللي هو الفيرتيكال لاين، بنسميه ايه؟ فيرتيكال لاين. هتقول لي طب ما تكتب الكلام ده. الكلام ده هتلاقيه مكتوب في الكتاب، بس احنا هنا بنشرح ف... يعني في حاجات مش هتلاقيها مكتوبة بس هتلاقيها في الكتاب، انا بقولها نظري بس هتلاقيها مكتوبة في الكتاب. طيب هنعمل اول حاجة هنعمل خط رأسي يوازي محور واي، الفيرتيكال لاين. طيب بعد ما اعمل الفيرتيكال لاين بتاعي، فين هو الفيرتيكال لاين ده اللي انت بتقول عليه؟ او انا هعمله فين؟ اهو ده انا بسميه الفيرتيكال لاين، خط يوازي محور واي. انا عملت الفيرتيكال لاين. طيب بعد ما اعمل الفيرتيكال لاين
هقول عندي حاجتين، إذا قطع الخط الرأسي منحنى الدالة في نقطة واحدة يبقى دي فانكشن. يعني إيه إذا قطع خط؟ إذا قطع في نقطة واحدة يبقى فانكشن. إذا لو قطعها في أكتر من نقطة يبقى نوت فانكشن. مش فاهم منك حاجة، تعالى نفهم. أنا بقول لك إذا قطعها في نقطة واحدة يبقى فانكشن، أكتر من نقطة يبقى نوت فانكشن. الخط الرأسي هنا قطعها في نقطتين، نقطتين يبقى دي على طول نوت فانكشن. دي نوت فانكشن على طول. ليه؟ قطعها في نقطتين. طب تعالى نشوف اللي بعدها. اللي بعدها بيقول لك ايه؟ انا رسمت الخط بتاعي قطعها في نقطه واحده، نقطه واحده. يبقى خلاص اذا دي نقول عليها فانكشن. يبقى عرفت امتى اقول فانكشن وامتى اقول نوت فانكشن. لو مرسومه نعمل الفيرتيكال لاين بتاعنا. يعني ايه فيرتيكال لاين؟ خط رأسي يوازي المحور واي. اذا قطع الخط الرأسي منحنى الدالة في نقطه واحده يبقى فانكشن. اذا اما لو قطع الخط الرأسي منحنى الدالة في أكتر من نقطة يبقى دي نوت فانكشن. يبقى أنا كده خلصت يعني إيه دالة وتعريف الدالة. يلا نخش في الموضوع اللي بعده، ألا وهو أنواع الدوال. أنواع الدوال عندنا 7 أنواع للدوال. هناخد أول واحدة منهم اللي هي البولينوميال فانكشن. البولينوميال فانكشن واللي هي دوال كثيرات الحدود. دوال كثيرات الحدود الصيغة بتاعتها بيقول لك f of x بتساوي an x أس n plus a n minus 1 x power n minus 1 plus لحد ما نوصل ل a1x plus a0. هتقول لي أنا مش فاهم الصيغة دي، أنا عايزك تعرف شكلها. أنا مش هستخدمها ولا هاجي في حل هقول لك إحنا ليه بنعمل كده كده. أنا عايزك تعرف شكلها بس، وتاخد عندك ملاحظتين ان ال n دي لازم تكون عدد صحيح. ما تكونش عدد، يعني لازم يكون عدد صحيح. طيب ال an بتاعتي دي لازم لا تساوي صفر. ال an لا تساوي صفر. انا كده عرفت شكل كثيرة الحدود. عندنا بقى حالات خاصة من البولينوميال فانكشن. عندنا 4 حالات من البولينوميال فانكشن هنعرفهم مع بعضين. اول واحدة اللي هي الدالة الثابتة، الكونستانت فانكشن. أول واحدة اللي عندنا هي الكونستانت فانكشن. أول حاجة عندنا الكونستانت فانكشن بتقولك إيه؟ بتقولك إن ال ال f of x بتساوي إيه؟ ال a دي اللي هي رقم، ال a اللي هي إيه؟ رقم. يبقى ال f of x بتساوي إيه؟ A ده رقم. طيب أنا لو قال لي هات لي الدومين والرينج بتاع الدالة الثابتة. الدومين والرينج بتوع الدالة الثابتة ثابتين. تاني، الدومين والرينج بتوع الدالة الثابتة ثابتين. اللي هو الدومين ار اللي هو من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية اللي هو 40. طيب الرينج بتاعي ايه؟ ايه اللي هو الرقم. انا مش فاهم منك حاجة، انا عايزك بس انت المطلوب منك تحفظ لي ده الدومين والرينج بتوعي وهقول لك نعمل ايه. طب لما نيجي نرسمها ازاي؟ خط مستقيم يوازي محور اكس. خط مستقيم يوازي محور اكس رسمتها ازاي؟ خط مستقيم يوازي محور اكس. مش فاهم، تعالى انا افهمك قصدي. يلا مثالنا بسرعة. انا بقول لك اف اوف اكس بتساوي 1. هتعمل ايه؟ ببساطة اول حاجة هات لي الدومين. الدومين زي ما اتفقنا اه، او تكتبه من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية براحتك. يعني ار او ايه هي تمام، مش فارقة. طيب الرينج بتاعي من قبل ما نرسم اهو، الرينج بواحد اللي هو الرقم بتاعي. طيب تعالى نرسم. انا قلت لك الرسمة بتكون ايه؟ خط مستقيم يوازي محور اكس. طيب انا القيمة عندي بكام؟ فكتبت الواحد هنا كده اهو، وعملت خط مستقيم يوازي محور اكس، وانا كده رسمت الدالة بتاعتي. خلصت او خلصنا من الكونستانت فانكشن. طيب تعالى ناخد الدالة الخطية اللي هنا الفانكشن. اللي هنا الفانكشن بتقول لك ايه؟ f of x بتساوي ax plus b. يعني مثلا 3x زائد 1 ده شكلها، او x زائد 1 ده شكلها. تمام. طيب الدومين والرينج محفوظين، الدومين والرينج محفوظين. الرينج بار والدومين بار، ده لأي دالة خطية. طب لما نيجي نرسمها هنعمل جدول محترم كده اهو، وهنكتب اكس وواي وهنعوض بصفر وواحد وسالب واحد في المعادلة اللي هيديها لي. والتلات أرقام اللي هنطلعهم هنطلع نقطة اتنين تلات أزواج هنمثلهم على الرسمة وخلصنا رسمتنا. تعال نشوف يلا بينا. لما أقول لك أول حاجة عندي f of x بتساوي x plus 1.
قلت لك هنعمل الجدول اللطيف بتاعنا. ادي الجدول يا عم، ادي اكس وادي واي. الاكس انا قلنا هنعوض بكام؟ بصفر وواحد وسالب واحد. في اي رسمه انا هعملها اعوض بالثلاث قيم دول. طب لما نعوض بصفر تطلع بواحد، طب لما نعوض بواحد تطلع باتنين، طب لما نعوض بسالب واحد موجب واحد يديني صفر. تعال نمثل الثلاث نقط دول على الرسمه عندي. صفر وواحد، ادي الصفر والواحد، يبقى النقطه هنا كده. لا لا لا، تعالى هنا، النقطه هنا كده. طيب واحد واتنين، واحد واتنين، يبقى النقطه تحت هنا كده اهو. طيب بعد كده سالب واحد وصفر، يبقى النقطة بتاعتي هنا كده. تعالى نعمل نوصل بينهم خط لطيف كده اهو. وصلنا الخط بتاعنا، رسمنا رسمتنا زي الفل. طيب لو قلت لك انا عايز الدومين، الدومين هتقول لي اه جبتها منين؟ انت حافظها. الدومين والرينج كده كده اه، والرينج برضو هيكون اه. زي الفل زي الفل. وادي الحل بتاعها عندك. مالكش دعوة دي، معلش دي معذرة، دي بس خطأ بس. ودي صفر مش تلاتة. تمام، بس كده. وده الحل بتاعها واحنا حلناها. طيب الرقم اللي بعدها رقم تلاتة، الدالة التربيعية. الدالة التربيعية، الدالة ايه؟ الدالة التربيعية. طيب الدالة التربيعية بتاعتي بتقول لك f of x ax تربيع plus bx plus c. ده شكل الدالة التربيعية بتاعتي. طيب الدومين والرينج بتوعي، الرينج يعني بص هقول لك الدومين الأول. الدومين بتاعي كده كده اه. طيب الرينج عندي حالتين. الرينج عندي ايه؟ حالتين، ركز معايا. لو الرسمة بتاعتي طلعت وشها لفوق كده، لو الرسمة طلعت وشها لفوق، فهتقول لي الرينج بتاعي هيكون الفترة المكفولة لأعلى قيمة في واي لما لا نهاية. طيب لو الرسمة بتاعتي وشها لتحت كده اهو، الرينج بتاعي هيكون من سالب ما لا نهاية مفتوح إلى أعلى قيمة للواي مقفولة. مش فاهم أي حاجة؟ يلا بينا نشوف المثالين علشان نفهم كل حاجة بالتفصيل. أول مثال عندنا بيقول لك f of x بتساوي سالب x تربيع. زي ما اتفقنا هنعمل إيه؟ جدولك 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 جدولك. هذا الجدول بتاعنا x و y، صفر سالب صفر وواحد وسالب أو هنقول واحد الأول مثلا، واحد وصفر وسالب واحد. طيب لما تعوض عن الواحد x تربيع هيديني واحد، بس في سالب بره. يعني بص افهم، هفهمها لك تاني. لما احنا يعني سيب الاكس ده بره، سيب السالب ده بره. اكس واحد تربيع واحد، وعندي سالب بره فانت من سالب واحد. طب لما تعوض بصفر تطلع معاك بصفر. طب لما نعوض بسالب واحد تطلع سالب واحد برضه. طيب انا كده عوض، انا كده اصبح عندي ثلاث نقط. فتعال نمثلهم على الرسمه بتاعتنا. واحد وسالب واحد، ادي واحد وسالب واحد. الرسمه بتاعتي هتيجي، أو النقطه بتاعتي هتيجي هنا كده اهو. طيب بعد كده عندي صفر وصفر، النقطه بتاعتي هنا اهي. طيب بعد كده عندي سالب واحد وسالب واحد، النقطة بتاعتي هنا. ارسم اهو. طيب هات لي الدومين. الدومين مفيش اسهل منه، قلنا هو اه. طيب الرينج بتاعي، الرينج بتاعي ده حوار بقى. الرينج بتاعي قلنا ده حوار. ليه حوار؟ او مش حوار لو انت حافظ تحل. انا قلت لك ايه؟ دي وشها لتحت. تعال نرجع للسلايد اللي فات. وشها لتحت. انا همشي بس انا هنقل معاك عشان افهمك ان انت لو حافظ القانون او حافظ اللي احنا بنحل بيها هتحل المسألة بمنتهى السهولة ومنتهى اليسر. طيب أنا بقول لك إن هي وشها لتحت أهو. بيقول لك إيه؟ اكتب سالب ما لا نهاية مفتوح. تعالى نمشي الخطوات بتاعتها. سالب ما لا نهاية مفتوح، وأعلى قيمة للواي، أعلى قيمة للواي، أعلى قيمة للواي فين؟ أهو ده الفيرتيكال لاين بتاع الواي. أعلى قيمة هي الصفر أهي، أعلى قيمة أهي صفر. أكتب صفر وأعملها مكفولة. هل أنا اخترعت؟ لأ، أنا نقلتها من هنا. منتهى السهولة. وده الحل بتاعنا، ادي الرسمة، وادي التعويض بتاعنا اللي احنا عوضناه، وادي الدومين وادي الرينج بتوعنا هنا كده زي الفل. طيب تعالى ناخد مثال تاني. لما بيقول لك f of x بتساوي x تربيع هنعمل ايه؟ بسيطة. جدولك الرايق، جدولك 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 x و y. x و y. هنكتب واحد صفر سالب واحد. يلا نعوض. واحد تربيع بواحد، صفر تربيع بصفر، سالب واحد يبقى واحد.
تعالى نعوضها او نمثلها على الرسمة. واحد وواحد، ادي الواحد وواحد هنا. طيب صفر وصفر ادي هنا. طيب سالب واحد وواحد هنا. تعالى نرسم رسمتنا تطلع بالشكل ده. طيب هتقولي يلا بينا نجيب الدومين والرينج. الدومين، الدومين خلاص بقى ما قلنا ار محفوظ. طيب الرينج، الرينج بتاعي، ها يلا تعالى ارجع للسلايد اللي فاتت اللي كان فيها القانون وشال فوق. اول حاجة هتعمل فترة مكفولة اعلى قيمة الواي. تعالى ناخدها خطوة خطوة. فترة مكفولة اعلى قيمة الواي فين؟ اعلى قيمة الواي فين؟ اعلى قيمة الواي فين؟ هتقولي دي. هشيم، هشيم، اعلى قيمة عندي الواي فين؟ صفر. طيب بعدها هنعمل ايه؟ تعالى للقانون، تعالى للقانون. ما لا نهاية مفتوح. تعال ادي كتبت الما لا نهاية مفتوح. خلصت المسألة ورسمتها، والدومين والرينج خدت درجتي كاملة من دون ما اخترع أي حاجة. مفيش أسهل من كده، أسهل من كده مفيش. أدي الدومين والرينج عندك. طيب وادي الحل بتاعك. بعد كده تعالى ناخد الدالة التكعيبية. مفيش أسهل من الدالة التكعيبية. هتقول أنت كل حاجة عندك سهلة. والله سهلة. f of x بتساوي a x باور 3 بلس bx بلس cx بلس d. ما يخوفكش الشكل، الشكل ما يخوفكش. ليه الشكل ما يخوفكش؟ بسيط. هتقول لي اول حاجه ان كده كده لما بيجيبها لك في الامتحان هي بيجيب لك ارسم لي مثلا اكس تكعيب، او ارسم لي مثلا اكس سالب اكس تكعيب. ما بيطلعش بالراحه كده يعني، ما بيصعبهاش اكتر من كده. واحيانا يقول لك اكس تكعيب بلس 2 يعني بلس 2 بي مثلا بلس سي. حاجات سهله. تمام، تمام. المهم تعرف لي شكلها. طيب الدومين والرينج ثابتين. الدومين ار والرينج ار، الدومين ار والرينج ار. تعال ناخد مثال علشان نكون استريحنا منها. يلا بينا، يلا بينا. طيب يلا. اول حاجه زي ما احنا متعودين جدولنا اللطيف. ادي الجدول بتاعنا اكس وواي. واحد صفر سالب واحد. تعال نعوض. واحد تكعيب، واحد تكعيب بكام؟ واحد. طيب صفر تكعيب بصفر سالب واحد تكعيب بسالب واحد. تعال نرسمها. واحد واحد، حط النقطة بتاعتك هنا. طيب صفر وصفر النقطة بتاعتك هنا. طيب سالب واحد وسالب واحد النقطة بتاعتك هنا. الدالة التكعيبية بنرسمها ازاي؟ بنعمل خط ماشي. تمام، دي رسمتها. طيب الدومين، الدومين بآر والرينج بتاعي ار. طيب تعالى نشوف الرسمة بتاعتي أفضل. أنا طبعا الدومين بتاعي ار مش سالب ما لا نهاية الدومين بتاعي، الدومين والرينج ار. وادي الرسمة بتاعتي بنفس الشكل ده. وادي التعويض واحد وواحد صفر وصفر سالب واحد وسالب واحد. وكده نكون خلصنا الحالات الخاصة من البولينوميال فانكشن. طيب تعال نخش في حاجة آه كده كده هتلاقيها في امتحان الميد ترم. هتلاقيها عندك سؤال، فوت سؤال في الميد ترم إن شاء الله. وكده كده هتلاقيها في الفاينل كمان. اللي ما كانش تلاقيها في الفاينل والميد والكويزات. ايه هي؟ رسم القطع المكافئ اللي هي البرابولا. اسمها ايه؟ بارابولا، او رسم القطع المكافئ. تعالى نمشي على خطواتنا. اوعدك احفظ الخطوات العربي دي. هتحل اي مثال بارابولا وهطبق معاك الكلام ده بالخطوات. يلا بينا، يلا بينا. اول حاجه قال لك تجيب راس المنحنى اللي هو الفيرتكس. والمهم المصطلحات الانجليش مهمه. هنجيب اول حاجه ايه؟ الفيرتكس. طب هي الفيرتكس اللي هي اتش وكي. دي رأس المنحنى اللي هي اكس وواي بس احنا بنسميها اتش وكي. طيب الاتش هجيبها منين والكي هجيبها منين؟ قوانين. احفظ. الاتش بتساوي سالب بي. الاتش بتساوي سالب بي على 2 ايه. سالب بي على 2 ايه. سالب بي على 2 ايه. طب الكي، الكي هنجيبها ازاي؟ هتقولي اتش تربيع بلس بي اتش بلس سي. او عوض ب اتش في المعادلة. هتقول لي يعني ايه عوض اتش في المعادله؟ ما انت جبت اتش اهي، عوض بقى في المعادله بقى اللي هيديها لك. هتقول لي مش فاهم. هفهمها لك في المثال، في الحل. طيب اول حاجه قلنا هنجيب الفيرتكس. تاني حاجه ايجاد نقاط التقاطع مع المحاور اللي هي الانتر سيكشن. الانتر ايه سيكشن، ركز، الانتر ايه سيكشن. طيب هجيب التقاطع
مع إكس، والتقاطع مع واي. أجيب التقاطع مع إكس والتقاطع مع واي. لما أقول التقاطع مع إكس يعني هو يعني أنت لما تقول التقاطع مع إكس يعني هنقول أهو، هنقول الواي تساوي صفر. طب لما أقول لك التقاطع مع واي هنقول الإكس تساوي صفر. مش فاهم حاجة، هفهمك بالمثال، احفظ لي بس الخطوات دلوقتي. طيب بعد كده إيجاد محور التماثل اللي هو السيمتري أكسس. السيمتري أكسس إيه هو السيمتري أكسس ده؟ اللي هو الخط العمودي الذي يقسم القطع المكافئ أهو. ده هو السيمتري أكسس اللي هو بيقسم القطع المكافئة اللي إحنا هنرسمه إن شاء الله. طيب ده لسه طبعا أنا بتكرر. رقم 4 وأخيرا هتحدد نقطة رأس المنحنى على الرسمة بتاعتك، وهتحدد نقاط التقاطع مع محور إكس اللي إحنا جبناها، وهتحدد نقاط التقاطع مع المحور واي. ده كله هتحدده على الرسمة، هتطلع بقطعة الرسمة بتاعتنا. طيب بعد كده هتوصل النقاط. هتعمل إيه؟ هوصل النقاط. والله لو الإكس تربيع بتاعتي في المعادلة اللي هو مديها لي سالبة، فالرسمة بتاعتي هتكون وشها لفوق. تمام. لو الإكس تربيع موجبة فالوش الرسمة بتاعتي وشها يبقى وشها لفوق. لو سالبة يبقى وشها لتحت، لو موجبة يبقى وشها لفوق. أنا مش فاهم منك كده، تعالى نحل المسألة ونرجع لخطوة خطوة أنا قلتها. يلا بينا يلا بينا. بيقول لي الواي بتساوي إكس تربيع ماينس 6 إكس بلس 5. هنعمل إيه؟ طيب أنا يعني هقول لك يعني هرجع لك لكل سلايد انا كنت كاتب فيه ايه وهنطبق. اول حاجه تجيب راس المنحنى اللي هو الفيرتكس. طب الفيرتكس بنجيبه ازاي؟ قلت لك الاتش بتساوي سالب بي على 2 ايه. طب تعالى نجيب الاي والبي الاول. الاي عندي بكام؟ الاي عندي بواحد اللي هو قدام قدام الاكس. طيب البي عندي بكام؟ بستة، كتبتها. طيب الاتش عندي بكام؟ الاتش بسالب بي، سالب بي على 2 ايه. عوض في القانون. سالب بي بكام؟ سالب في سالب بموجب، يبقى هكتب 6 بس. على 2 ايه؟ 2 في 1 ب2. تديني كام؟ تديني 3. جبت ايه؟ جبت التلاتة بتاعتي. جبت الاتش. طيب انت ممكن تعمل ايه دلوقتي؟ ممكن تاخد آه, ماشي، بدل ما نعوض نجيب الكي نفسها. طيب قانون الكي كان بيقول لك ايه؟ قانون الكي بيقول لك اتش تربيع بلس بي اتش بلس سي. طيب السي بكام هنا؟ السي بخمسة اللي هو الرقم الواحد. طيب تعالى نعوض بالأرقام. اتش تربيع تلاتة تربيع بتسعة خلاص. بي اتش البي بكام؟ البي بسالب ستة. الاتش بتلاتة سالب ستة في تلاتة بسالب تمنتاشر. يبقى هنحذف الموجب دي وهنخليها سالب تمنتاشر بلس خمسة. اجمع هيطلعوا معاك سالب أربعة. يبقى أنا الفيرتكس بتاعتي طلعت بكام؟ طلعت بتلاتة وسالب أربعة. دي الفيرتكس بتاعتي اللي أنا طلعتها. هتقول لي أنت جبت الكلام ده كله منين؟ تعال نرجع لأول سلايد قلنا فيه إزاي نجيب البارابولا ونشوف. أنا قلت لك أول حاجة هتجيب رأس المنحنى جبناه اتش وكي. الاتش بسالب بي على الاتنين إيه، والكي اتش تربيع بلس بي اتش بلس سي. عوضنا وجبنا الفيرتكس. زي الفل زي الفل. تعالى للي بعدها، الخطوة رقم 2. قلنا بنجيب نقاط التقاطع مع اكس. طب هنجيب التقاطع مع اكس. التقاطع مع اكس يبقى هنقول ان الواي بصفر. طيب التقاطع مع اكس هنقول الواي بصفر. يبقى هنعمل ايه؟ المعادلة اللي هو مديها لي مديني كام؟ المعادلة اللي مديها لي اللي هي اكس تربيع بلس 6 اكس بلس او ماينس قصدي 6 اكس بلس 5 بتساوي صفر. هي المفروض تساوي الواي بس انا قلت لما التقاطع مع اكس يبقى هنقول واي بصفر فقلت بصفر. تعالى سهل جدا بقى، اعمل تحليل. هنحلل بقى التحليل بتاع ابتدائي اللي انت عارفه اكيد. طيب اكس تربيع يبقى هنوزعها اكس واكس عدديا تضربهم يدوني خمسة. عددين تضربهم يدوني ستة وتجمعهم يدوني خمسة. اللي هما كام؟ خمسة وواحد تضربهم يديني خمسة وتجمعهم يديني ستة. طيب هتكتب بقى سالب سالب ليه؟ لأن دي سالب. طيب لو كانت موجب كنا هنخليها واحدة موجب وواحدة سالب.
يبقى أصبح عندي الإكس بتساوي 5 والإكس بتساوي كام؟ 1. يبقى أصبح عندي كده أدي نقاط التقاطع بتاعتي، الواي بصفر وهنا الإكس ب5، يبقى 5 وصفر وواحد وصفر. كده الموضوع سهل أهو، جبت التقاطع مع إكس. طيب تعالى نجيب التقاطع مع واي. يلا بينا. التقاطع مع واي يعني هنقول الإكس بتساوي صفر. لما نقول الإكس بتساوي صفر يبقى الواي هتساوي كام؟ تعالى نعوض في المعادلة. لو فرضنا إن الإكس دي لو قلنا إن الإكس بصفر فدي بصفر راحت ودي صفر راحت، هيتبقى معايا الخمسة. عرفت جبنا الواي دي ب5 إزاي؟ طيب النقطة اللي عندي بقى هتبقى كام؟ النقطة اللي عندي هتبقى بصفر و5. كده أنا عندي نقطتين تقاطع أهم مع محور إكس، ونقطة واحدة مع محور واي، وعندي الفيرتكس اللي احنا قلناها. طيب تعالى نقول اهو الحل تاني هنا اهو عشان الرسمة. قلنا الاي ب1 والبي بسالب 6 والسي ب5. جبنا الاتش بسالب بي على الاتنين ايه ب3. يبقى النقطة بتاعت التلاتة وسالب 4، الكي جبناها بسالب 4 فكتبنا النقطة بتاعتي اللي هي 3 وسالب 4 اللي هي الفيرتكس. طيب التلاتة والسالب 4 دي هستخدمها فين؟ هتروح ترسم الرسمة بتاعتك اللي هي الإكس والواي وتكتب الأرقام. النقطة اللي هنرسم من عندها بقى اللي هي الفيرتكس 3 وسالب 4. طب هرسمها إزاي؟ أدي التلاتة وأدي السالب 4، حطيت النقطة بتاعتي ودي اللي هبدأ أرسم منها من عندي. دي نقطة رأس المنحنى اللي أنا هرسم من عندها. طيب أنا جبت التقاطع مع إكس وجبت التقاطع مع واي. التقاطع مع واي طلعت النقطة عندي ب0 و5. طب تعالى نشوف فين الصفر وفين الخمسة. أدي الصفر على إكس والخمسة في واي. لا تعالى بص، ادي الصفر هنا والخمسة في واي اهي هنا كده. ادي النقطة بتاعتي. طيب تعالى اللي بعدها. التقاطع مع اكس عند نقطتين، 1 و0. 1 و0 ادي الواحد اهو وادي الصفر اهي النقطة هنا. طيب 5 و0 ادي 5 و0. يبقى الرسم بتاعتي كده اهو، تكمل كده اهو وتكمل كده اهو. ادي كده رسمت الرسم. طيب لو طالب مني عايز مني ايه هو عايز محور التماثل. ايه هو محور التماثل ده يا جدع؟ اللي هو السيمتري اكسس قلنا اللي هو الخط العمودي الذي يقسم القطع الى نصفين. فين هو ده؟ لو رسمت كده هتشوف اللي مقسم القطع المكافئة الى نصفين اللي هو 3. ده لو طلب منك السيمتري اكسس. كده نكون خلصنا محاضرتنا اللي هي كانت عبارة عن البولينوميال فانكشن والبرابولا، ومفيش اسهل من كده. طيب هتقول لي انا يجيب لي سؤال زي كده ازاي في الميد؟ او ايه الاهم في المحاضرة دي كلها؟ المهم في المحاضرة دي كلها إن أنت آه تكون عرفت لي كل القوانين عندك عارفها. آه عرفت لي شكل دالة شكلها، الدالة الثابتة ازاي بنرسمها. أهم حاجة رسم الدوال، ازاي بنرسم الدالة الخطية بنجيب الدومين والرينج بتاعها. ازاي بنرسم التربيعية، والتربيعية مهمة مهمة مهمة. التربيعية مهمة بنفس المثالين دول بيجي في الميد وبيجي في الفاينل بنفس المثالين دول بالظبط، مش بيغيروا الدكاترة أكيد يعني أنا متأكد من المعلومة دي. الدالة التكعيبية مهمة برضو رسمتها ازاي تعرف ترسمها، واحنا وضحنا ده كله في الفيديو. البارابولا مهم جدا 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 جدا، لو مشيت على ال4 خطوات اللي أنا قلتهم هتحل أي مسألة بارابولا، مش تغلط في أي مسألة. بس كده نكون وصلنا لنهاية محاضرتنا. في الغالب المحاضرة دي مش هيكون لها فيديو حل أو حاجة، يعني أنت في الكتاب هتلاقي أسئلة وهنزل لك إجاباتها، بس ممكن مش في فيديو لأن أسئلتها مباشرة، وإحنا أغلب الأسئلة حليناها في الفيديو هنا في الشرح. فممكن ما تلاقيش فيديو حل. ده الأول محاضرة مبدئية، لكن بعد كده هيبقى في أسئلة يعني نخش في الجد شوية. يعني إحنا بس محاضرتنا الأولى دي تسخين في البداية، لكن بعد كده هنتعمق أكتر وهيكون محاضرتنا أكبر شوية. فبالتالي هنلاقي أسئلة كويسة إن إحنا نحطها بجانب الشرح. فلو وصلت لحد هنا ما تنساش لو مش عامل اشتراك في القناة تعمل عشان لما ينزل أي فيديو يوصلك في أسرع وقت. بس كان معكم كرولوس شادي من فيديو سكوب بالتعاون مع مايك كوليدج. سلام.